معاهم واحد العلاقه ديال الحب، علاقه ديال الموده، علاقه ديال التعاون. لان كنقولوا فاحنا مغاربه وكلنا مغاربه، ولا نميز بين منطقه ومنطقه، ولكن النهار اللي مشينا لهذه المنطقه الا وحبيناها وحبينا السكان ديالها. علاش؟ ماشي على شي حاجه، وانما على الطيبوبه ديالهم، على الايمان ديالهم، على الحب ديالهم للدين ديالهم، والعلاقه والتشبث بالدين الاسلامي، والعلاقه بالوطن ديالهم، وحبهم للوطن ديالهم، وحبهم الملك ديالهم، والتشبث بالمغربيه ديالهم، وحبهم الارض ديالهم، حبهم للقسنصرات، وحبهم للنصرات، وحبهم لزاكوره، وحبهم الورزازات، والتعلق ديالهم بهذه الارض. وبهذه المناسبه كنشكروا جمعيه النصرات، لان العمل ديالها 70 أو 80% موجه للساكنه ديال قسنصرات. منذ سنين كنترحموا كما قال الاخ مصطفى با حفيظ على الناس اللي توفاو، الله يرحمهم والله يوصلنا لهم مسلمين، وهذا هو اللي كيدوم لهم انهم قاموا بالواجب ديالهم تجاه الوطن ديالهم، تجاه البلاد ديالهم، وخلاو واحد الاثر اللي ترحموا عليه. فاحنا كذلك بغينا نخلي واحد الاثر ثم اللي ترحموا علينا به، لا في قسنصرات ولا في جميع بقاع المغرب، وتكون عندنا واحد البصمه ايجابيه. فاحنا كمغاربه كمسؤولين كشعب، فكلنا الى وضعنا يد في اليد الا وغادي نزيدوا بهذه البلاد ديالنا لقدام. ما عندنا حتى طلب، حنايا الطلب ديالنا نشوفوا ديال المغرب ديالنا متقدم، نشوفوا المغرب ديالنا كل شيء ساكن، كل شيء واكل، كل شيء شارب، كل شيء فرحان، كل شيء كيوجد فين يداوى. فهذا هو السبيل ديالنا كمغاربه. فكل واحد، كل مغربي عنده منطقه ديالو يمشي يخدمها، واللي عنده باش يخدم في المنطقه ديالو من غير المنطقه ديالو يخدم. فهذا واجب علينا كمغاربه. الحمد لله كنشوفوا البنيه التحتيه، المطارات، الملاعب، الطرقات، هناك تقدم، ولكن خصنا بناء الانسان، لان الدوله كتبني وهناك من يخرب. خصنا نبنيو الانسان، نبنيو وليداتنا، نربيوهم على حب الوطن، نربيوهم على خدمه الوطن. لان الوالد الله يرحمه كان كيقول لنا قطران بلادي ولا عسل بلادات الناس، ورحنا وصلنا ليها. راه هناك مغاربه في المهجر اللي بغاو كيدخلوا دابا المغرب، علاش؟ باش يربيو ولادهم تربيه اسلاميه، تربيه دينيه، تربيه وطنيه. فالحمد لله حنا في الوطن ديالنا. النصيحه عندي هو ان كلنا، لا الناس ديال قسنصرات، لان كل قافله كنقوموا بها الا، وكنقولها ديما السي مصطفى والسي هشام مروك والسي بلمين مشكورين اللي كنتلاقاو ديما معاهم وكنهضروا في هذه المواضيع، الا وكيقولوا لي ومشيتوا القافله ما عرفتوش علينا. كنقول هذيك راه بلادكم، نتوما خصكم تمشيو وتعاونوا. اش نعرض عليك؟ تمشي 3 ايام واكل شارب وتجي؟ لا، كاين ناس اللي مخسر صلات، وكنعرف عائلات اللي سهل عليهم الله يديروا يدهم حتى هما في يد هذه الجمعيه وفي الدين ديالكم باش يزيدوا بهذيك المنطقه القدام. وانا اقولها واؤكدها بان هذاك الناس ديال المنطقه يستاهلوا كل خير، يستاهلوا كل خير، يستاهلوا كل خير. الله يوفقنا معكم. القافله ان شاء الله غادي تكون هذا العام. باقي عندنا واحد المشكل صغير، هو ان ديك الاعانه ديال القفه باقي كندرسوا واش نديروها قبل رمضان ولا ورا رمضان، لان هي كتعطي واحد الدفعه للقافله، ولكن الناس محتاجين قبل رمضان حسن ما تكون الاعانه بالقفه ورا رمضان. فاحنا مازال كندرسوا هذه القضيه، ونتمناو يكون خير، ونتمناو لكم الخير لا نتوما لا البلاد ديالنا لا الامه الاسلاميه. وفقنا الله جميعا لما في خير البلاد والعباد ولما في خير الدنيا والاخره. والسلام عليكم ورحمه الله.